يا صباح او مساء الفل، عاملين ايه؟ فيديو النهارده هكلمكم ازاي تجيبوا الخضار بتاعكم وازاي توفروا فيه. اكيد احنا مش هنوفر نروح نجيب خضار بايظ او ان احنا ما نجيبش الخضار اصلا، لا. لازم الخضار نجيبه ويكون موجود في البيت، بس هنجيبه بطريقه تخلي البيت على طول فيه خضار. تحسي تلاجتك على طول مليانه، ما تبقاش بس تحسي عندك طماطمتين خياره مش عارفه ايه، لا، على طول تبقى تلاجتك مليانه بتجري منها حاجه متوفره عندك. حد من ولادك جعان ولسه الغدا عندك ما جهزت، تروحي مدياله خيارايه طماطمايه جزرايه زي ما اهالينا كانوا بيعملوا معانا. حته ان انتي تبقي التلاجة عندك فاضيه دي، ده مش صح. ادام ربنا كرمنا ومعانا فلوس نجيب حتى لو فلوس بسيطه. وجود الحاجه في التلاجة خير. عندي بالنسبه لي انا اهم من الفلوس، ان انا يكون محفظتي ما فيهاش جنيه حتى، بس تلاجتي فيها الخضار وفيها اللحمة والفراخ والحاجات دي. حتى الفراخ واللحمة على فكرة مش ضروري يعني، بس فيها الأساسيات اللي أنا ممكن أعمل بيها فطار عشاء غدا. أنا بالنسبة لي كده مرضية قوي. أول حاجة بعملها إن أنا بفتح تلاجتي وأشوف إيه النواقص اللي عندي. النواقص من الخضار الأساسي. ايه الخضار الأساسي من الآخر كده؟ الخضار اللي انتي بتعملي بيه السلطة. طب مروه احنا ما بنعملش سلطه. الخضار الاساسي الطماطم، الجزر، الخيار، الفلفل الرومي، الفلفل الحراق. طب احنا ما بناكلش فلفل حراق، اكيد مش هتجيبيه. فبكلمكم على الحاجه اللي انتوا بتستخدموها يوميا. الكابوتشا مثلا بتحطوها على السلطه، بتفطروا بيها، تقطعوا شويه خضار كده وجنبيهم كابوتشا. خس. الحاجات اللي هي بتاكلوها يوميا، هو ده الخضار الاساسي بالنسبه لنا. حلو كده. عرفت ايه اللي ناقصني من الخضار الاساسي؟ من ضمن الخضار الاساسي برضو الليمون. الليمون بيتحط على السلطه، لو فول، لو حتى في التتبيلات بتاعه الفراخ او اللحمه او كده بنستخدمه، فبيبقى ضروري ان موجود في تلاجتنا. لو انتي مش بتستخدميه اكيد مش ضروري. انتوا فاهمين قصدي يعني؟ ما تاخدوش كلام مروه طبق الاصل، لا. انتوا بتاخدوا الكلام بتاعي تطبقوه على حياتكم انتوا، وده اللي انا دايما بقوله. طيب شفنا النواقص من الخضار الاساسي اللي عندنا في التلاجة اللي احنا بنستخدمه يوميا. نبتدي بقى نشوف الخضار اللي هو فرعي، مش بنستخدمه كل يوم. زي ايه الخضار اللي بنستخدمه في الطبخ؟ يعني مثلا كوسة، بتنجان، بسلة، ملوخية. الحاجات اللي مش بنستخدمها كل يوم، هتعمليها مثلا مرة في الأسبوع. هتعملي محشي فهتضطري انت عايزه بتنجان وكوسه. هتعملي مثلا صينيه كوسه باللحمه المفرومه. هتعملي مثلا صينيه مسقعه باللحمه المفرومه. هتعملي مسقعه اللي هي العاديه ام بطاطس. هتشوفي انت هتطبخي ايه خلال اسبوعين. هقول لكم ليه خلال اسبوعين. الحاجات اللي انت هتطبخيها خلال اسبوعين من الخضار هنحطها برضو من ضمن الخضار اللي احنا هنشتريه. فاحنا كده بننزل نشتري الخضار الاساسي بتاعنا اللي بنستخدمه كل يوم، وبنشتري الخضار اللي احنا هنطبخه. طيب هنشتري خضار ايه تاني؟ الخضار اللي احنا ممكن نفرزه. مثلا دلوقتي انت نازله الاسبوع ده في القلقاس مثلا سعره بقى كويس، ممكن نخزنه. فهتجيبي كيلو او 2 كيلو من القلقاس. البسله نفس الكلام. يبقى كده لما احنا نزلنا اشترينا الخضار الاساسي اللي احنا بناكله كل يوم، اشترينا الخضار اللي هنطبخه خلال اسبوعين، واشترينا خضار نفرزه. الخضار اللي هنفرزه ده بقى هينفعنا في وقت زنقة، هينفعنا في وقت يكون ضيف جالنا ومكناش عاملين حسابنا، هينفعنا في موسم غير موسم الحاجة، في رمضان، ايا كان. انا ما بفرزت ولا بعمل حاجة بقى عشان رمضان مش عارفة عشان ايه، لا، انا بفرز عشان في طول السنة اكون مرتاحة. ما يبقاش مثلا محتاجة شوية ملوخية، لسه اجيب الملوخيه واقرطفها واعملها. لا، ده انا بجيب مثلا كميه واعمل مثلا 3 اكياس 4 اكياس احطهم في الفريزر. هنعمل مثلا في كل مثلا اسبوعين هعمل مره ملوخيه، اطلع من الفريزر استخدم على طول. ما بقاش بقى شايله هم ان انا هجهز. بتعب في الشهر يومين او 3 ايام بالكتير، بس طول الشهر انا بطلع من الفريزر او بطلع من التلاجة بستخدم. وزي ما انتوا شايفين انا الحاجات اللي انا بشتريها مش بجيبها واحطها في التلاجة، لا، انا بنضف الحاجة كويس جدا واشيلها جاهزة على الاكل على طول. في حاجات ينفع نغسلها وفي حاجات ما ينفعش نغسلها، وان شاء الله ابقى اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده، ايه اللي يتغسل وايه اللي يستحمل معاكم في التلاجة وايه اللي ما ينفعش نغسله وممكن يبوظ مننا، وايه اللي ممكن نغسله وجزء منه ما نغسلوش. فاهمين قصدي؟ اعمل لكم يعني فيديو مفصل عن الموضوع ده. بس ما ينفعش ان احنا نجيب الخضار ونحطه زي ما هو كده في التلاجة. الخضار كله
مرشوش مواد كيماويه ومواد مكافحه للحشرات، فما ينفعش ان احنا نحطه في تلاجتنا اللي هي فيها اكل وشرب بالنسبه لنا. النقطة المهمة بالنسبة لي وهي سر التوفير، ان انا مش بروح احط فلوسي في اي نوع خضار وخلاص. يعني انا مش بروح اشتري الخضار اللي موجود، لا، انا بشتري الخضار اللي هيكتر معايا عدد الوجبات وبالتالي هيوفر معايا فلوس. مثلا زي ايه؟ البتنجان مثلا، البتنجان ممكن اعمله على الفطار، ممكن اعمله على العشاء، ممكن اعمله على الغداء. فطار مثلا ان انا اعمل بتنجان مقلي مع شوية فول مش عارفة ايه، هيدي ايه روح كده وجو للسفرة. على غدا مثلا اعمله مسقعه باللحمه المفرومه، اعمله مسقعه بالبطاطس، اعمله بالكفته زي ما بنعمل كده الصواني، نعمل كفتايه وبطاطسايه وبتنجانيه، الصينيه اللي هي بتتعمل بالصلصه دي. هيمشي معايا كتير. ينفع اعمله بابا غنوج، ان انا اشويه واتبله كده ويبقى حلو يتاكل على الفطار او على العشاء. يعني يطلع منه وجبات كتيرة قوي. لو قعدنا اتكلمنا على وجبات البتنجان كتير لا حصر لها. فده يكتر معايا الوجبات وبيدي روح وشياكة للأكل. فده من الخضار الرخيص اللي هيكتر معايا عدد الوجبات وهيخليها شكلها حلو. عكس مثلا الفلفل الألوان، الفلفل الألوان غالي، والعدد الوجبات اللي انا هعملها مثلا بالفلفل الألوان قليلة، فما اروحش ارمي فلوسي فيه. اه بجيبه لو انا مثلا هعمل مثلا فاهيتا، هستخدمه في اكله من الاكلات فاجيب فلفل الوان. لو لقيته رخيص اجيبه وافرزه، وكنت عامله لكم قبل كده طريقه تفريزه. فانا بروح ارمي فلوسي طبعا في الخضار الاساسي اللي احنا قلنا عليه اللي هو بنستخدمه يوميا. الخضار بقى الفرعي اللي هو اذا كان في الطبخ او خضار انا هفرزه، يكون خضار هيرمي معايا عدد وجبات كتير وهينفع معايا فطار غدا عشاء. اللي هو هقدر ان انا عارفين جوكر كده اعمل بيه اي اكل هيمشي معايا. فانا حسستهم ان انا عندي ما شاء الله خير. احساسهم ان عدد الاصناف المحطوطه مثلا على الفطار متنوعه. انتي صارفه ومكلفه. غير مثلا ما تحطي طبق فول وحته جبنه ويلا كله، لا، طبق فول وحته جبنه معموله بالطماطم كده مع طبق بتنجان كده متحوج كده ومتحيق كده حلو. عارفين تحسوا كده ان ايه ده، الله. يعني لا، ده احنا الحمد لله، ده احنا في نعمه ورضا. العبوا على طول على النقطة دي. حطوا كميات قليلة بس كتروا من الأصناف. أنا بحط بالعدد على فكرة، إن شاء الله بعمل لكم فيديو عن الموضوع ده. الموضوع مش بكتر كمية الصنف، لا، بكتر كمية الأصناف نفسها. لما تكتري عدد الأطباق هيفرق جدا بالنسبة لهم عن ما تكتري تعملي طبق فول كبير قوي ونصه هيتاكل ونصه هيرجع وممكن يحمض عشان كلته منه. فاهمين قصدي؟ ده بالنسبة للخضار. الخضار طبعا اللي بيتفرز، انا بروح الخضار اللي هيتفرز لو انا معيش فلوس انا بجيب كيلو او 2 كيلو عشان ما ازودش الميزانية عليا. لو معايا فلوس وربنا كرمني اجيب 3 4 كيلو 5 كيلو وافرز واحط في الفريزر. نقطة مهمة جدا، مش عشان اوفر اجيب خضار بايظ. بمعنى انا هعمل صلصة طماطم، ما اروحش اجيب الطماطم المستوية. عاوزه اقولك ان تكلفتها عليكي هتبقى اكتر بكتير من الطماطم الكويسه. ليه بقى؟ انت لما بتجيبي طماطم مستويه بيبقى فيها بايظ، فانت بتضطري ان طول ما انت بتنضفيها انت عماله تقطعي منها وترمي، تقطعي منها وترمي، تيجي تشوفي الوزن اللي طلع لك سعره هو تقريبا نفس الطماطم اللي انت كنت هتجيبيها جامده. بس انا ما بقولكيش تروحي تجيبي طبعا طماطم جامده للصلصه، تكون تنقي من الطماطم الحلوه بس نقي المستوي. لو خدتوا بالكم انا جايبه كيسين طماطم، كيس جامد وكيس مستوي بس من نفس الطماطم الحلوه. الكيس اللي مستوي شويه اللي هو طريه ولونها احمر قوي هتطلع معايا الكميه كلها صلصه، مش هرمي منها حاجه لان مفيش حاجه فيها بايظه. والطماطم الناشفه بحطها في التلاجة للسلطه والطماطم المخلله والحاجات دي. فانا متاكده ان ال10 جنيه اللي انا دفعتها في الطماطم انا ال10 جنيه استفدت بيها كلها. حته ان انت تجيبي خضار بايظ عشان توفري ده مش صح. في خضار مثلا هقول لكم على نقطه. لو انت هتعملي مربى جزر مثلا، ما اروحش اجيب من الجزر الحلو، اروح اقول له انا عاوزه جزر كسر. هتلاقي الجزر المتكسر هو حلو زي الفل وما فيهوش حاجه بايظه بس متكسر، فما بيحطوش في العرض بس مجمعه.
تاخدي مثلا الجزر المتكسر ده وتعمليه بيه المربى. هتعملي مثلا تقطعيه وتحطيه في الفريزر، هتستخدميه في سلق الفراخ واللحمه وكده، هيوفر معاكي. يعني في افكار توفر معاكي، وفي افكار لو انت عملتيها هتخسرك فلوس. احنا عاوزين نوفر، مش عاوزين نخسر فلوس. النقطة هكلمكم برضو باستفاضة ان شاء الله في المواضيع دي بعدين. النقطة بقى اللي بعد كده الفاكهة. لو انتوا خدتوا بالكم انا اتكلمتكم في اخر الفيديو عن الفاكهة، لان الفاكهة مش اساسية عندنا. حاجة مفيدة جدا للولاد بالذات لو احنا عندنا اطفال، بس لو انتي امكانياتك المادية مش مساعداكي، مش هنموت من غير فاكهة، عادي جدا نعيش حياتنا. بس الخضار ضروري بالنسبة لنا، على الاقل ايه الولاد ياخدوه. يعني جعان، خيارايه او برضو فيها شوية فيتامينات وفيها معادن ومش عارفه ايه، تظبط الدنيا في جسمه شوية. الفاكهة مش ضروري. ربنا كرمنا بربع جنيه زيادة هنجيب برتقان عشان فاكهة رخيصة مثلا في الموسم بتاعها. نص جنيه زيادة هنجيب مش عارفة عليهم مثلا كيلو موز. انتوا فاهمين قصدي؟ كل ما يكون معانا فلوس ازيد بنزود عدد انواع الفاكهة. الاساسي بالنسبه لك فاكهه الموسم. يعني ايه؟ يعني احنا في شتاء، الفاكهة الموسم ايه؟ برتقان واستفندي والحاجات اللي فيها فيتامين سي دي، هو ربنا خلقها عشان تدينا مناعة في الفصل اللي احنا فيه ده، فنشتريها وتجيبي بكترة. ليه تجيبي بكترة؟ لان الحاجات دي لو هما ما بين الوجبات خدوها زي سناك كده هتعرفها تحسي ان هما بتشبعهم وهتفيدهم. واحسن ما ينزلوا يجيبوا مثلا بسكوتة ولا كيس ولا كيس شيبسي او الحاجات دي. لا، احنا مش عاوزين الحاجات دي، احنا عاوزين نوفر وفي نفس الوقت هم بياخدوا حاجة فيها فايدة. طب يا مروه، ما هو في الاول في الاخر دول اطفال وعاوزين الحاجات الحلوة ومش عارفة ايه. انا عارفة، هاتولهم، ما قلتلكمش ان انتوا تمنعوهم، ادام ربنا كرمكم هاتوا. بس مش يوميا. انا عارفة في اطفال ممكن يوميا ينزلوا يشتروا الحاجات دي، لا ممنوع، مرة في الاسبوع بالكتير. نعوض ده بالفاكهة، ياخد موزاية مرة. يا ستي اعملي نوتيلا في البيت وادهني له على الموزاية كده. اعملي مش عارفة بانكيك مش عارفة ايه، عوضي الموضوع ده. بس ما تخليش كل يوم الحلويات والحاجات دي، عوضيها بالفاكهة. فلو ربنا كرمنا بنجيب فاكهة. كل ما ربنا كرمنا اكتر بنزود نوع الفاكهة. طب مروه، ليه انت قلتي ننزل مرتين بس في الشهر اللي هو كل 15 يوم؟ لان كل ما بتنزلي عدد مرات اكتر للسوق او للخضار او كده، انت بتصرفي فلوس اكتر. فاحنا عاوزين نقتصرها على مرتين في الشهر. وطبعا لو في حاجة خلصت عندنا ونقصت عندنا بننزل نشتريها. يعني مثلا الطماطم خلصت، هتنزل تجيبي كيلو طماطم لحد ايه النزولة الجاية بتاعة الخضار. انتوا فاهمين قصدي؟ لما الحاجة بتخلص عندنا بنجيب، بس ما بنزلش نجيب كل شوية. كل شوية تبقي عند بتاع الخضار نازلة تجيبي طماطم، هتلاقي جايبة مش عارفة ابتدت بصل معاها، نازلة تجيبي مش عارفة طماطم، هتجيبي موز معاها، نازله تجيبي مش عارفه ايه. فانتي مش بتنزلي عشان تجيبي حاجه واحده، انتي نازله الاساس لحاجه واحده بس بتجيبي معاها حاجتين تلاتة. فاحنا عاوزين ايه؟ نرشد فلوسنا شويه. فاحنا بننزل نجيب الخضار بتاعنا اللي احنا محتاجينه خلال ال15 يوم. طب مروه، انت قلتي في خضار هنطبخه خلال ال15 يوم. في خضار هنطبخه. طب الخضار ده هيبوظ؟ لا مش هيبوظ. هعمل لكم ان شاء الله حلقه عن الموضوع ده، ازاي تحافظوا على الخضار خلال الفتره دي وازاي يفضل معاكم فريش واكنكم لسه جايبينه. اهم حاجه مش كل شويه تنزلي لبتاع الخضار. في برضو حاجه هكلمكم عليها بالنسبه للبصل والبطاطس والحاجات دي، هعملها لكم حلقه تانية لان دي برضو مهمه جدا. بس انا بحاول ايه عشان الفيديو ما طولش عليكم، بحاول ان انا اقسم لكم الافكار عشان ما يبقاش الفيديو طويل وتملوا مني. بس الاساسي بالنسبه لي هو الخضار. امشوا بس على الموضوع ده وهتلاقوه فرق جدا بالنسبه لكم. فرق في تلاجتكم، التلاجة ما شاء الله على طول مليانة. ولادكم حتى يعني نفسيا هم مبسوطين، لان بيفتحوا التلاجة وقت ما بيكونوا عاوزين حاجة بيلاقوها. وده بيفرق جدا في نفسية الولاد. فاحنا عاوزين برضو ما نقصرش معاهم. فاهم حاجة اعملوا موضوع الخضار ده، بالنسبة لي هو اساسي، هو روح التلاجة، بيفرق جدا معايا. حتى لو انا الفطار مثلا عندي ما فيهوش اصناف كتير، مجرد ان انا احط طبق متقطع فيه كابوتشا وخيارية وطماطمايه ومش عارفه جزرايه مش عارفه ايه، ادى روح للفطار. هم كلوا حاجات فادتهم، ما يبقاش بس ايه عمالين ناكل في عيش وحاجات مضره ومش عارفه ايه وطعميه مقليه لا، في حاجه ايه يعني غنيه شويه في السفره.
ان شاء الله ان شاء الله في فيديوهات حلوة جاية، استنوني بس كده.